ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل أكلة جديدة ومختلفة، ويعني غالبا كده محدش بيعملها كتير، بس بالأمانة طعمها تحفة. يعني العدس بجبة كده، في ناس كده بتبقى خايفة منه، بتقولك لا أنا بعمل بيطلع مش حلو. لا، النهاردة هنعمل ميكس عدس بجبة على عدس أصفر، والاتنين طالعين مع بعض طعمهم تحفة. هنعملهم كده بخطوات معينة، هتطلع معاكي بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. أكلة اقتصادية نباتية بدون لحوم ولا فراخ. فيلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا. معايا الاول هنا الكميه اللي انتوا حابينها. انا حبيت بس اكتر العدس الاصفر عن اللي بجيب، لكن انتوا هتحبوا الاتنين زي بعض تمام. انا معايا كوبايتين عدس اصفر وكوبايه عدس بجيب. هنضيف كده الاتنين على بعض. زي ما قلت لكم، حابين تعملوا كوبايتين وكوبايتين تمام، كوبايه وكوبايه تمام، يعني اللي انتوا حابين. بعد ما حطيناهم على بعض هنغسلهم كويس خالص مرة واتنين وتلاتة، لغاية المية كده ما تطلع معاكي شفاف. بعد ما احنا غسلناهم بالشكل ده هنجيب الحلة بتاعتنا وهاحط فيها كل كمية العدس. ممكن بقى تحط العدس الأول، وممكن تحط المية الأول تغلي وبعد كده تنزل عليها بالعدس، يعني اللي يريح. أنا حطيت العدس وبعد كده هنزل عليه بالمية، بحيث أغطيه مية، يعني حوالي كده 2 سنتي لفوق عن العدس كده مية. وبعدين بقى هنروح بيهم على النار، هنحطه على النار. هنسيب العدس على النار كده لغاية ما يغلي. وبعد ما يغلي هنطلع الرغوة بتاعته دي كده، هنشيلها خالص. وبعدين هنهدي النار ونسيبه كده على النار لغاية ما يستوي. انا مش عايزة المية كتيرة، وفي نفس الوقت عايزاه يكون مستوي، ما يكونش مهري، يعني انا عايزاه يكون حب زي ما هو، لانها اكلة كده مختلفة شوية عن اللي احنا بنعملها. بعد ما شلنا الرغوة هدينا النار وغطيناها وسبناها لغاية ما تستوي. على ما تستوي هنحضر الخضار بتاعنا. معايا بصلتين كده متوسطين، 3 حبات طماطم، فلفلاية خضرة على فلفلاية حارة، عندك فلفل ألوان تمام، كام فص ثوم كده مفرومين. أول حاجة هنعملها هقطع البصل كده مكعبات صغيرة. حابة تكتري بصل عن كده برضو تمام، البصل بيحلي الأكلة أكتر. بس أنا حبيت كده أعمل بصلتين وسط، لكن انت براحتك تعمليهم كبار، تعملي أكتر من كده اللي انت حابة. بعد ما قطعناهم كده مكعبات كلهم بالشكل ده، برضو كل الخضار هقطع مكعبات، يعني الفلفل والطماطم كله كده هقطع صغير. هنروح على الطاسة، هنحط فيها كده حبة زيت حلوين، حوالي معلقتين تلاتة. بعد كده هننزل عليهم بالبصل. أنا هنا مش عايزة أحمّر البصل، لأ أنا عايزة أدبّله، يعني يا دوبك كده يدخل على اللون الأصفر. على ما البصل يدبل معايا هاقطّع برضه الفلفل زي ما قُلت لكم، الحار والبارد. لو عندِك فلفل ألوان تمام، ما عندكيش وحابة تحطّي شطة بديل الحار برضه تمام. وبعد كده برضه هنقطّع الطماطم كلّه هاقطّع مكعبات. الفلفل هنا أنا حِشت حبّة بسيطة بس كده في الآخر عشان أزيّن بيهم، والباقي هاستعمله في الأكلة بتاعتي. بعد كده ما قلّبنا البصل على النار زي ما أنتم شايفين كده، يا دوبك اللون يبدأ يصفر معايا، هانزل عليها بالفلفل، كل كمية الفلفل اللي إحنا قطّعناها بالشكل ده. عندِك هريسة شطة برضه تمام، ممكن تضيفيها بدال الفلفل، يعني اللي أنتِ حاباه. هنقلّبهم كده على النار. بعدين بقى معايا معلقة صلصة طماطم كده حلوة، هانزل برضه بيها كده على البصل والفلفل. هنقلّبهم كده ونشوّحهم مع بعض تشويحة كده خفيفة. أول ما تاخد لون كده والصلصة تسيح معايا، هنكمّل باقي الخطوات بتاعتنا. بالأمانة الأكلة دي تحفة، لو ما جربتهاش فايتكم كتير، طعم كده مختلف ومميز. بعد كده هننزل عليها بكل الطماطم اللي احنا قطعناها مكعبات. ممكن الطماطم تبشريها بالمبشرة، ممكن تعمليها في الكبة اللي يريحك، بس ما تفرموهاش، لأن كده بتبقى أحلى في الأكلة. تمام. معايا كده حوالي معلقتين خضرة المتوفر عندك، شبت كزبرة بقدونس التلاتة مع بعض. هتضيفي كده حبة صغيرين كله مع بعض على النار وهنشوحهم كده مع بعض. هننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا، مكعب مرقة خضار. أنا هنا حاطة مكعب مرقة خضار وحاطة زيت عشان أنا عاملاها صيام. تمام. هننزل عليها بنص معلقة كده صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكمون، يعني كده ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، حابة تكتري تمام. وبالنسبة للملح أنا الأول حطيت معلقة صغيرة وبعد كده دقت وكملت باقي الملح، ضفت نص معلقة صغيرة. يعني الأكلة كلها أخدت مني معلقة ونص صغيرين من الملح. هنقلب كده كله مع بعضه تشويحة كده على النار. وخلاص الخضار بيجي جاهز معايا. تعالوا نشوف العدس. هو استوى كده وتمام، شايفين مفيهوش مية كتير، يعني كمان لو نشف مية عن كده هيبقى أفضل. هنزل عليه بقى بالخضار بالشكل ده كله، كل كمية الطماطم والبصل اللي احنا سبكناها على النار.
وبعدين بقى تقليبة كده على النار وهاسيبه 5 دقايق بس كله يتداخل مع بعض، ياخد غلوة كده على النار. أنا هنا دُقت فحسيت إن هو محتاج ملح، فضِفت كمان نُص معلقة ملح، تمام. هنغطيها بقى وعلى نار هادية كده وهنسيبها على ما نعمل الطشة بتاعتنا. هنا الطاسة حطينا فيها برضو معلقتين زيت، ممكن تبدليهم بسمنة بزبدة وسمنة بلدي يعني اللي يريحك، بس أنا عاملة الأكلة النهاردة صيامي فاستعملت في كلها الزيت، وكمان يعني الزيت بيبقى فيها أحلى. حطينا التوم هنقلبه كده لغاية التوم ما يطلع ريحة ولونه كده يغير، وبعدين هنزل عليها بالفلفل اللي أنا خليته على جنب. وأنا قلت لكم الفلفل ده خليته بس كده للزينة، حابة تضيفيه في الأكلة بتاعتك تمام، مش حابة برضو تمام. هنقلبهم على النار كده ياخدوا تشويحة خفيفة. شايفين الأكلة كلها ما أخدتش معاكي بالأمانة من أول ما بدأتي فيها لغاية ما خلصت ربع ساعة. يعني كده في ربع ساعة تكوني محضرة أحلى غدا أو أحلى عشاء. كمان ممكن تعمليها كمية وتكيسيها وتستعمليها في الفطار تحفة. بعد ما خلاص كده التومة بقت جاهزة معانا، وادي كمان العدس خد غلوة كده معانا، شايفين منظره شايفين لونه وريحته تحفة، ريحته كان جايبة آخر الدنيا. هنزل كده بالطشة بتاعتنا، هنزل بكمية، أنا هخلي منها كمية كده صغيرة بس برضه عشان أزين الطبق بتاعي، وهنزل بباقي الكمية كده على العدس. وخلاص كده أكلتنا بقت جاهزة، ريحتها تحفة وطعمها مختلف. ميكس كده من العدس بجبة على العدس الأصفر. طبعًا أغلب الناس ما بتحبش تعمل العدس بجبة، يقول لك بيبقى طعمه مش حلو، لأ اعملوه بالطريقة دي وأنتم هتدمنوه. خلاص كده أكلتنا جاهزة، شايفين منظرها وشايفين لونها، وبالأمانة طعمها كان خطير، خطير بمعنى كلمة خطير، حاجة كده مختلفة، طعمها مميز، أكلة مفيدة صحية، ما فيهاش أي دسم زيادة، بدون لحوم بدون فراخ، أكلة نباتية اقتصادية صيامي كده جديدة. اعملوها وجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. بعد ما غرفنا الطبق بتاعنا بقى هتغرفيه بالطريقة اللي تعجبك. أنا حطيت كده باقي حبة التوم والفلفل اللي أنا كنت مخليهم كده للزينة، حبة خضرة كده من على الوش، وبس كده. بقى حضر معاكي طبق مخلل مع كده حوالي 10 جنيه عيش وبصل أخضر، ويلا كله بألف هنا وشفا. شايفين المنظر؟ بالأمانة كده تحفة، وطعمها كان خيال. يعني لو جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها، خطيرة بمعنى كلمة خطيرة. أكلة جديدة وسهلة وبسيطة ما خدتش معاكي وقت خالص، يعني كده في دقايق هتكوني عاملاها. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار صون، أكلة مختلفة جربوها. طبعا صيام وبنبقى عايزين كده نغير وننوع، وبنبقى مش عارفين نعمل أكلات إيه. فيلا كده لو عندك عدس بجبة وعدس أصفر قومي اعمليها. أشوفكم على خير، باي باي.